فيلمنا بيبدأ في وقت الحرب العالمية التانية مع طفل اسمه أنجس. طفل بيحب البحر جدا لكنه بيخاف يقرب منه، ودايما بيتخيل إنه لو نزل المية هيغرق ومحدش هيقدر ينقذه. وبيحب إنه يجمع القواقع البحرية زي ما كان بيعمل زمان مع والده قبل كده. وبيلاقي صخرة كبيرة وزنها خفيف فبيقرر إنه يحتفظ بيها، وبيجيله مامته اللي اسمها أنا عشان يرجعوا سوا البيت. وبيروح على مخزن البيت عشان يحط القواقع والصخرة الكبيرة، وبيبدأ يشوف الصخرة وبيلاقي إنها بتتقشر وبيكون لونها غريب وبينزل منها مادة لزجة شبه البيضة، لحد ما مامته بتندهل وبيسيبها وبتتحرك الصخرة حركة بسيطة بعدها. وبيجي الليل والهواء بيبقى قوي لدرجة إنه بيفتح باب المخزن، وبينزل أنجس المخزن وبيلاقي إن البيضة واقعة على الأرض ومكسورة. وبيبدأ يحس إن في حركة حواليه وفي حاجات بتقع، وبيفضل ماشي ورا الصوت والحاجات اللي بتتكسر لحد ما بيلاقي كائن غريب صغير مستخبي منه. وبيحاول أنجس إنه يقرب إيده منه، لكن الكائن من خوفه بيحاول يعضه. وبيجري أنجس على المطبخ عشان يجيب أكل يحطه للكائن يمكن ياكلهم، وبيبدأ إنه ياكل وبيسمح له يلمسه من غير ما يعضه. لكن أنجس بياخد باله إن كائن مجروح في ظهره، وبيجري يجيب شنطة الإسعافات عشان يعالج الكائن ده، وبيسيبه في المخزن. وبيرجع أوضته عشان مامته ما تاخدش بالها إنه اتأخر في المخزن. وبيصحوا تاني يوم على صوت وجود كتيبة جيش موجودة قدام بيتهم، وبيخبط عليهم كابتن توماس وبيقول لهم إن الكتيبة هتفضل موجودة في جنينة بيتهم حسب أوامر مركز القيادة لوقت محدد، والظباط بس هم اللي هيباتوا جوه البيت. وبيروح أنجس المكتبة بتاعت والده وبياخد منها قاموس، وبيروح على المخزن عشان يطمن على الكائن، وبيلاقي إنه بياكل في الجزمة بتاعت والده، وبيعرف إنه جعان. وبيطلع على المطبخ وبياخد السلة اللي فيها بواقي الأكل وبيديها للكائن علشان ياكل. وبيقرر إنه يسمي الكائن كروزو على اسم مؤلف الكتاب المفضل لوالده. وبيفتح أنجس القاموس عشان يعرف نوع كروزو إيه، لكنه ما بيوصلش لأي نوع محدد. وبعد ما كروزو بيخلص اكل بيحاول انجز ان هو يلمس جلده، لكنه بيلاقيه جاف جدا ومحتاج ميه. وبيحط في السله ميه على كروزو وبيلاقيه ان هو فرحان ومستمتع بالعوم في الميه. وبيبدا انجز ان هو يهتم بكروزو وبيلعب معاه. وفي يوم بتدور عليه مامته علشان عايزه تقول له حاجه بخصوص والده، وبتقابل لويس عامل البيت جديد، وبتطلب منه انا انه يبدا في تنظيف المخزن لانها شاكه ان ابنها بيربى حيوان فيه، والمفروض انه ممنوع تربيه الحيوانات في البيت. وبيبدا لويس في تنظيف المخزن، وبيشوف انجس وهو بيرمي الميه اللي كان فيها كروزو ولكنه ما كانش في الميه. وبيساله انجس عن اللي بيعمله في مخزن والده، وبيقول له لويس ان هو بينظفه بناء على اوامر والدته. وبيخرج انجس يدور على كروزو في كل مكان لحد بالليل، وبيكون كروزو حجمه كبر وبيبقى موجود في بيت انجس. وبيجري وراه الكلب بتاع طباخ الكتيبه اللي اسمه سترانك، لكن الكلب بيكون مربوط في البوتاجاز وبيبوظ المطبخ لانه بيشد الحبل جامد من الجري ورا كروزو. وبيبوظ المطبخ وبيضطر سترانك انه يحبس الكلب جوه اوضه المخزن عشان ما يبوظش حاجه تاني، لحد ما انجز بيسمع اخته بتصوت وطالعه من الحمام جري، وبيفهم ان كروزو فوق، وبيلحق اخته قبل ما تقول لحد وبيشرح لها كل حاجه. وبيوريها ان كروزو مش مضر لكنه بيستغرب ازاي كبر بالسرعه دي. وبتوعده كريستي اخته انها مش هتقول لحد. وبتروح انا تاني يوم عشان تدي للويس هدوم جوزها القديمه، وبيشكرها لويس وبيقول لها انه هيشكر جوزها لما يرجع، ولكن انا بتقول له انه جوزها مش هيرجع لانه غرق مع سفينته من سنه، وان ابنها ما يعرفش لحد دلوقتي خبر وفاه والده. وبتقول له ان الحمام عايز يتصلح، وبيطلع عشان يصلحه. وبيكون انجس وكريستي جوه الحمام وبيحاولوا انهم يمنعوا لويس انه يدخل وما بيقدروش يمنعوه. وبيشوف كروزو بعد ما بيهدى وبيقول لهم انه شبه حصان البحر، وانه حيوان اسطوري نادر، وانه محدش شافه في الحقيقه الا قليل جدا، وان الاساطير بتقول ان هو ذكر وانثى في نفس الوقت، ولما بيكبر بيبيض مرة واحدة بس وبعدها بيموت. وبيتأخروا كلهم في الحمام لحد ما أنا بتدور عليهم، وبيضطروا لويس إنه يخبي على مامتهم كمان وبيوافق. وبيقولوا لمامتهم إنهم بيساعدوا لويس في تصليح أنابيب الحمام، وبيقدروا إنهم يخبوا كروزو وما يتفتحوش قدام مامتهم. وأثناء ما الجيش بيكون عامل وليمة في البيت بيخرج أنجس من الحمام وبينسى الباب مفتوح وراه، وبيخرج كروزو من الحمام وبيطاردوا الكلب وهو مفكوك في البيت. وبيبدأ الكلب يكسر في كل اللي حواليه عشان يوصل لكروزو، وبينزل للدور الأرضي اللي جنب أوضة السفرة اللي متجمع فيها ضباط الكتيبة وأنا، لحد ما بيدخل عليهم وبيجري كروزو تحت السفرة، والكلب بيجري من فوق السفرة وبيبوظ الوليمة. وبيخرج كروزو بره البيت وبيهرب من الكلب، وبينط في النافورة اللي مليانة سمك ويفضل ياكل فيهم لحد ما الشمس تطلع. وبيلاقي لويس إن حجمه زاد
عن اخر مره، وبيضطروا انهم يحطوه في عربيه وبيودوه اقرب بحيره ليهم وبيحرروه لان اخفائه في البيت بقى مستحيل. وبعد ما بيرجع انجس البيت بيلاقي ان والدته طلبت من الكابتن توماس انه يدربه مع الجيش والكتيبه عشان ينشغل في اي حاجه، وبيفضل انجس مشغول في التدريبات وما بيقدرش ان هو يروح يزور كروزو اللي بيفضل مستنيه، لحد ما انجس بيقدر ان هو يهرب من توماس وبيروح على البحيره اللي فيها كروزو، وما بيظهرش لحد ما بياخد انجس المركب وبيروح في نص البحيره وبيلاقي كروزو وراه، وبيكون حجمه كبير جدا وضخم من كتر اللي اكله في البحيره. وبيكون كروزو عايز يلعب معاه زي الاول، وبيركب انجس على ظهره وبيمشي بيه في الميه، وبيكون انجس مرعوب لانه بيخاف من الميه، لكنه بيتعود وبيستمتع وهو قاعد على ظهر كروزو، لحد ما بيلاقي انجس ان البحيره مقفوله بشبكه كبيره جدا من الجيش. وبعد ما بيخلصوا لعب بيرجعوا كروزو على الشط، وقبل ما بينزل كروزو تحت الميه بياخد سترانك باله منه وهو في الميه، وبيرجع انجس بيته وبيحكي للويس وكريستي اللي حصل وهو في منتهى السعاده. وبيجي تاني يوم وبياخدهم الكابتن توماس كلهم عشان يوريهم شغل الجيش على التله وخطه الكتيبه في ضرب الالمان لو قربوا على المنطقه اللي في البحر، وبيفرجوهم على قوه المدافع، وبيعملوا تجربه حيه بضرب الصواريخ على البحيره اللي فيها كروزو. وبيتجنن انجس لما بيعرف انهم هيضربوا في البحيره، وبيحاول انه يمنعهم لكنه بيفشل وبتتضرب الصواريخ. وبسبب ان انجس قرب من الصواريخ وكان هيتأذي بتعاقبه والدته وبتحبسه في البيت. وبيكون في واحد من سكان المدينة واثق ان هو شاف كروزو في مرة وفضل مراقب البحيرة ومعاه المصور عشان يصوره اول ما يظهر، لكنه بيفشل في تصويره وبيلجأ انه يزيف الصورة بسبب ان هو بيجري ورا الشهرة. وبتنتشر الصورة في الجرايد وبيشوفها سترانك، وبيأجل لزميله ووكر انه يشوفها حقيقي قدامه، وبيقرر ووكر وسترانك ان هم يصطادوه عشان يتشهر ويبقى قاتل الوحش. وفي نفس الوقت بيهرب انجس من البيت عشان يروح يطمن على كروزو من بعد الضرب اللي حصل له، وبيروح معاه لويس وبيفضل انجس ينادي عليه لحد ما بيطلع كروزو، وبيحاول ان هو يهاجمهم لولا ان لويس بينقذه، وبيفهموا لويس ان بعد اللي حصل ان كروزو بقى حيوان بري وبيهاجم اي شخص لانه بيفتكر اننا هنضره. وبيفضل انجس متضايق ان هو خسر صديقه وبيرجع البيت، لكنه بيسمع صوت الكلب بتاع سترانك وبيعرف ان في حد بيدور على كروزو عشان يصطاده. وفعلا بيكون ووكر وسترانك بيدوروا على كروزو لحد ما يهاجموه، وبيبلغوا المركز ان هم بيتعرضوا للهجوم في البحيره وعايزين كل الصواريخ تتضرب فيها عشان ينقذوهم، ولكن المركب اللي هم راكبينه بيتقلب بيهم قريب من الشط، وبيكون كروزو هياكل سترانك بعد ما ووكر عامل الشط وهرب من الخوف، لكن انجس بيحاول ان هو يمنعه من قتله وبيفضل داخل في الميه لحد ما بيغرق، وبيرمي كروزو سترانك بعيد وبينزل ينقذ انجس من الغرق، وبيقدر لويس ان هو يفوقه، وبيوصل توماس وانا وبيشوفوا حصان البحر قدامهم، وبتتاكد انا ابنها ان هو ما كانش بيكتب ولا بيتخيل، لكن فجاه بيتم ضرب الصواريخ على البحيره بناء على بلاغ المركب قبل ما يتقلب، وبيحاول انجس ان هو يخلي كروزو يهرب بعيد عن الصواريخ وبيركب عليه عشان يرشده للطريق اللي هيخرجه بره البحيره ويبعد عن مجال الضرب، لان الجو بيبقى عاصف وامطاره غزيره وما بيقدرش توماس ان هو يلغي الاوامر من خلال اللاسلكي، وبتبلغ هنود المراقبه انها شايفه حاجه شبه منظار الغواصه وبيفتكروها غواصه المانيه جايه تهجم عليهم، لكنها في الحقيقه بتبقى راس كروزو. وبيستمر الضرب على كروزو وانجس وبيتم رفع الشبكه اكتر لمنع الغواصه اللي هي كروزو انها تغطي الشبكه، وبيكون توماس وانا راكبين مركب ورا انجس عشان ينقذوه لو غرق، وبيقرر انجس ان هو يسيب كروزو عشان يستخبى تحت الميه بعيد عن الضرب، وبيروح لمامته على المركب، لكن بينزل كروزو تحت الميه وبيقدر انه ينط اعلى من الشبكه وبينزل عليها لدرجه انها بتتخلع من البرج اللي هي متثبته فيه، وبيهرب كروزو للبحر وبيتحرر اخيرا، وبيشوفه انجس للمره الاخيره وهو بيعوم في البحر لحظه الشروق كانه بيودع صديقه الوحيد. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناه عشان تشوفوا كل جديد.